هي طلبت فنجان. هاي هون يسعد لي اوقاتكم حبيباتي، اهلا وسهلا فيكم بكل صبية فاتت على القناة جديد. كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا كلياتكم بأتم الصحة والعافية وانتم عم بتشاهدوا فيديو اليوم. بعرف اني تأخرت عليكم هالمرة كتير وبعتذر منكم، بس ان شاء الله بوعدكم بالايام الجاية ان شاء الله ما اتأخر، بس ولكن هيك كنت شوي مشغولة وسافرت هيك اكتر من مشوار فالتهيت شوي وما عاد صار لي مجال اني انزلكم فيديو. فطلعت انه لا، صار يعني تأخرت عليكم كتير، وللحقيقة انه اشتقت لكم. مثل ما شفتوا هون، اول ما صحينا شربنا فنجان القهوة وكنا مقررين انه ننزل على الإمارية نفطر بالبيوت العربي القديمة. فهون نزلنا ومثل ما شايفين عم نتفرج بالأسواق، يعني كان شغلات كتير حلوة، صمديات وأشياء قديمة، والسوق كان كتير حلو، والشوارع كتير كتير حلوة. فلبين ما هيك قطعنا وقت وصلنا عند أول ما فتنا. طبعا هون بيحكوا إنه كرواسان الإمارية كتير طيب، فأكلنا هيك قطعتين كرواسان، قلنا بدنا نروح نفطر يعني، ما تقلنا بس هيك حبينا ندوقهم. وبعد منا رحنا على المطاعم اللي بتقدم فطور، طبعا هي اللي على شكل بيوت عربي. فمع الأسف درنا أكتر من مكان وحكونا إنه تأخر الوقت وصار وقت غدا، فما يعني ما صح لنا نفطر. قعدنا والله طلبنا غدا وتغدينا بهالمكان الجميل. هي هون بيحكوا لها قهوة النوفرة. هذا بيموت بزعل هم بتسعة بيموت من الشوق بيموت من الشوق. قطعت. وهون فعلا مثل ما حكوا الكرواسانات كتير طيبات، يعني بتاكلوهم سخنات، وفعلا كتير عجينتهم ناجحة وبنصحكم فيهم. يعني هنيك الإمارية مشهورة بالكرواسان التازة. هي ايش بيقولوا لها؟ سقاطة. مثل ما شفتوا أول محل دخلنا لعنده، قلت لكم إنه قلنا وقت الفطور كان خالص، وللحقيقة ما قعدنا عنده، كان المكان مغلق. البيت كتير حلو جديد، بس المكان كان مغلق وما كتير حبيت أنا. فجينا على هذا شكله أقدم، بس هيك مفتوح، والبحرة تبعيته كبيرة وما شاء الله، كان عنده عجقة. فقعدنا على الانتظار، يعني عندنا تقريبا نص ساعة لحتى فضيت طاولة، وطلبنا هون الغدا مثل ما شايفين، قعدنا تغدينا.
وكان الغدا اللي طلبناه شيش طاووق بالفخارة ويالنجي، وشيش طاووق مشوي، ووجبة كباب هندي، ووجبة اللهم صل على النبي جناح. فبصراحة الأكل كان نوعا ما يعني متوسط، ما كان يعني توب. وبالنسبة للأسعار بتحكوا لي إنه لكم الأسعار تقريبا شي 800 ألف سوري، يعني ما يعادل تقريبا شي 65 دولار، أزود دولارين أنقص دولارين، يعني أنا ما بعطيكم الرقم بشكل دقيق، بس مشان يكون في عندكم فكرة بالنسبة للأسعار ومثل ما طلبتوا مني. هطلع هون عند اليوان يمكن بيحكوا له. ما شاء الله شي كتير حلو. هي أكل الجياها. هون اجينا نطلع على السطح. شوف هذا الدرج، هذا الدرج اللي طلع منه اب بدر ووقع وقت اللي ببهدل ام عيسى. لا بس نفس المبدأ يعني بيشبهوا بعضهم. سامعين الأذان بالجامع الأموي؟ سمعان؟ وهون مثل ما شفتوا طلعت على السطح وسائبت سبحان الله وقت الأذان، وكان ما شاء الله الأجواء كتير حلوة. فسبحان الله يعني بسوريا الحمد لله رب العالمين في أجواء فيها روحانية للحقيقة. وبعد ما هيك صورت لكم المناظر من فوق، قعدنا شربنا كاسة شاي جنب البحرة، وفعلا عشت شعور باب الحارة. يعني طول ما أنا قاعدة عندي هيك استذكر المقاطع اللي صورونا إياها، شلون جنب البحرة، شلون قاعدين بالليوان، وشلون مثلا عم بيطلعوا على درج الأسطوح. ففعلا كانت لحظات كتير ممتعة. كتير كاسة شاي على البحر. هالدنيا ما فيها ولا شيء. هي هون بآخر ليلة إلنا بالشام جبنا صبار عم يسلقوا أسعاد خالي. لانا بتاكلي لانا؟
تاكلي صبار؟ وبعد ما طلعنا من البيت العربي كفينا هيك دوارة بشوارع الشام وتفرجنا على الشام وجمالها ما شاء الله. كانت آخر ليلة إلنا بالشام، فكمان عدينا هيك أكلنا الصبار كتير طيب. يعني سبحان الله، قد ما حكيت لكم يعني أنا بخاف إنه تحسوا شعوري مبالغ فيه أو لأني بنت البلد، بس عن جد كل شي كان طيب. ولا أخبركم معلومة صبايا، أنا زايدة 4 كيلو خلال شهر ونص. يعني للحقيقة تضايقت، بس عم بطلع اللي حوالي وقت اللي عم بيجيبوا الأكلات الطيبة من هاي شغلة ومن هاي شغلة، فما شاء الله زادت 4 كيلو والله يعيننا على تنزيلهم. ليك طلع يعني ما في موديلات. هلا بسوي لك اللي وهون بعد وقت طويل من الدوارة كان صار المسا تقريبا الساعة 11، فحسينا حالنا جعنا. وأنا بصراحة من أكل السوق للحقيقة معدتي صارت توجعني، ومعدت قبل الطبخ السندويش هيك معدت أبدا معدتي تتحملهم. فلقيت أخف شيء سندويشات الجبنة وكاسة الكوكتيل، وفعلا كتير كانوا طيبين. طبعا هي كانت مثل ما حكيت لكم كانت آخر ليلة إلنا بالشام، فهون شربنا الكوكتيل وأكلنا سندويشات، وبعد منا طلعنا على مساكن برزة في مطعم اسمه حكاية جبل. القعدة كتير حلوة والخدمة حلوة، بس فيه ازدحام شديد. يعني من كتر هيك الزحمة اللي فيه بتلاقي الطاولات كتير قراب من بعض وفي أراجيل كتير، فشوي عم بيصير الوضع مزعج. إلا قعدته كتير حلوة وإطلالته رائعة. وهون عرفت لكم مقطع من قعدة المكان. فهون غالبا بتلاقي بيصير أعياد ميلاد، طلب خطبة، يعني إنه شاب بده يتقدم لصبية. فهون ما شاء الله كان في عيلة جنب منا وشاب قام تقدم لصبية، وما شاء الله مباشر تفاعلوا معه والأجواء كانت كتير حلوة. نزلنا على الدرج قبل ما اطلع حوالي. لا صار سيئة. نزلنا على الدرج. يعطيك العافية. استاذي الحساب عندك ولا عندك؟ وهون كان باليوم الثاني يوم السفر والرجعة لحلب. فمثل ما شفتوا سلمنا الغرف بالأوتيل واستلمنا طريق السفر. وعلى طريقنا مثل ما بتعرفوا بنمرق بحمص وحما، وقلنا ما بصير انه اذا ما مرقنا بحمص لما ناكل حلاوة الجبن. للحقيقة لحديت الان ما بنعرف اذا كان اصولها حموي الا حمصي. فعدينا بحمص كانت اغلب المحلات مكتوب حلاوة الجبن، فقلنا معناتها على الاغلب يمكن هي اصولها حمصية. فاكلنا حلاوة جبن حمصية وهدول الوربات اللي شايفينهم بالجوز، وكفينا بطريقنا على حلب. وحبيت اخدكم معي مشوار مختلف. فبهذا المشوار هون طلبوا مني أهلي إنه روح على بيتهم وصور لهم إياه. طبعا أهلي بيتهم صار لهم 14 سنة قعدت فيه، فترة خالتي وبعدين طلعت وقله فترة مهجور. فللحقيقة وقت اللي رحت كتير كتير تأثرت. يعني هيك صرت بحالة صدمة، استذكر المواقف سابقا وين كنا نقعد كيف كنا نطبخ، مثلا بالمطبخ هون كنا نعمل بغرفة الضيوف. فكانت سبحان الله مواقف شوي صعبة. كتير شوق هيك. بالعكس.
ما في كهرباء ما؟ شغل الضوء. تعال صور. شوف وساخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. هي هون عايشين الشباك مفتوح، وسخ الحمام. هي هون الحمام تاعها. شوف هي هون. هي هون كانت غرفة الضيوف. يعني شوف مو يعني كل الشقة اللي صاير انه عايفين الشباك هون مفتوح. طبعا نص اغراض بيت اهلي كلها، او بالاحرى كل بيت اهلي انسرقوا الاغراض. هذا اللي بقيان يعني. هي هون سابقا غرفة اخواتي. هلا شوف هاي مو حيط طويلة بلور ماشي. هلا ضلت غرفة امي. مشيت مثل الضوء. يلا يعني ليس التحويل من الغرب. ايوه خزانة امي فاضية. هاي بعتقد خالي انه حطتهم كلهم نفس. هاي كانت خزانة البابا يا علي. هاي هون البيت. سكر. وهون بعد ما طلعت من بيت أهلي، ومثل ما شفتوا بصراحة كتير كنت متأثرة، وسبحان الله يعني شي للحقيقة بيكسر القلب. فالحمد لله على كل حال. الله هيك يجبر مصيبة كل سوري وكل حدا ترك بيته، كان سوري أو كان من غير جنسية، وتهجر، وإن شاء الله يا رب كله بأجر وثواب. بعد منا طلعنا رحنا على الماركت، كان لازمني شوية أغراض مثل ما بتعرفوا كنا مسافرين ما في شي، فجبنا هيك أغراض فطور، وجبنا هيك شوية أشياء للبيت، وحضرت فطور وفطرنا. وبعد منا بتعرفوا بعد السفر بيطلع بقى الغسيل والترتيب، وكتير شغل بيطلع بعد ما الوحدة تطلع من بيتها. فحرفيا بدك 2-3 لبين ما هيك بقى تخلصي غسيلاتك وترتبي أمورك. فالحمد لله على كل حال، والله هيك يا رب يأمننا في بلادنا جميعا.
بعد ما فطرنا وضبيت أغراض الفطور وكان الغسيلات خلصوا ونشرتهم وحطيت غير وجبة، هون قلت لازم أعمل لي طبخة. طبعا إلنا وقت مثل ما حكيت لكم عم ناكل من أكل السوق، وللحقيقة اشتقنا لأكل البيت. سبحان الله، ولو أكلتوا طبخ برا فمو مثل طبخ البيت. فهون طلعت أكلة ملوخية وبلشت حضرها. الملوخية جهزتها، مقطوعة الكهرباء طبعا، بشتغل على الشاحن. الأجواء السورية. هون نقعت الرز ورح بلش أقلي الملوخية على العتمة. بهالوقت هذا سبحان الله حكمت انه كل اليوم الكهرباء ما اجت، فحكونا انه صار في عطل بالمحطة الحرارية بالمحول. والله ما بعرف بالضبط، بس ضل كل يوم الكهرباء مقطوعة. وللحقيقة تغلبت كتير وشعرت انه الوضع كتير صعب ومستحيل هيك يعني واحد يقضي هم، لاني كان شوب وكنت مجهزة طبختي بدي يعني اطبخها وراحت الكهرباء. فبهالوقت كتير كنت معصبة، يعني بعد الرواق والدوارة اللي بالشام طلع فرقة بهاليوم. سبحان الله تاني يوم كان بالضبط. فالحمد لله على كل حال. يعني الحمد لله اجت الكهرباء وعلقت على الملوخية تستوي. هون بعد ما سقطت الفروج أضيف الحمد لله. ولا هالرزات شي بشهي، حباية واختها. شايفين شلون عيون. وبعد ما تعشينا كنت من فترة اخذ هاي الممسحة كتير ظريفة بصراحة، لاني هون بحلب الغبرة فظيعة، فكل شوي تكبي ميات وتسلتي للحقيقة يعني كمان مشكلة. فمثل ما بتعرف انا لسه ما اشتريت غرفة قعدة، فكل شوي بدي اشيل السفنجات واشيل المخدات وهيك. فلقيت هي كتير اسهل واظرف وكتير بتنظف منيح. فمثل ما شايفين هيك حطيت لكم وقت اللي عم بمسح. انا سابقا كان عندي منها قبل ما تقوم الثورة، وهيك سبحان الله بوقتها كان عندي منها وهلا رجعان من جديد. شوفوا هون عم بفرجيكم انه كيف بتلم الغبرة وبضل معلق فيها بهي الحزوز الصغيرة، بتفوت بقلب الغبرة وما بتعود بتطب. بعد ما هيك فرجيتكم خلصت مسح، هون كان جايب لي جوزي جبنة ف يعني مسنرة وجاهزة، حطيتها بالفريزر. هذا لبن الغنم. هلا افرجيكم. هاي رحت على السوق اشتريت
بيجامات. الله تعالى. هاي البيجامة لإلي. هاد طبعا بنطلونة. نزلنا بعيد نامنا. أنا كتير بحب البيجامات اللي إلها زرار هيك إلها هذا. هاي البيجامة الثانية للانا. هاي بيجامة لانا. لا والله بنطلون قصته عريضة وخصره بيجي ضيق كتير حلو. والبلوزة بتجي اوفر سايز هيك. هذا هيك كمة هيك بتصير. وهون ختامها كان حلاوة الجبن الحمصية اللي جبناها معنا على الطريق. فهيك آخر هالسهرة حطينا حلاوة هالجبن هاي وأكلناها وحمدنا الله وشكرناه. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى يكون نال إعجابكم، وبتمنى ما تنسوني من لايك والاشتراك وتعليق حلو وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. بشوفكم على خير وبأمان الله. بيبي. ايوه كمان هون. ايوه هون حطي لبابا على عندي لأن أنا بحب العمر. سويت